الكل يتمنى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة في المنام، ولكن هناك من يدعي محبته ويرفض رؤيته صلى الله عليه وسلم. بعدين تيجي تسأل تلاقي كثير من الأولياء التقوا النبي يقظة في حال حياته. ده احنا نعرف ناس عايشين معانا بيشوفوا النبي يقظة، وربنا كرمني كانت عرضت علي أنا رفضتها والحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشد أمتي حبا لي رجل يتمنى لو يراني بأهله وماله، هذا هو الحب. أما أن تقول اتعرض علي وأنا رفضت فهذا ليس من الأدب وليس من الحب، فإن في إيمانك خلل. يا دكتور يسري، لماذا رفضت رؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم وأنت تدعي محبته بالكلام؟ دكتوراه وعايز بقى أنفع الناس بعلمي بقى ومارس مهنتي، وعندي 5 عيال عايز أربيهم، واخد بالك؟ يعني ربنا أقامني في حاجة أنا عايز أكملها. فأنا قلت يا ربي لو دخل علي سيدنا إبراهيم حوالي دلوقتي في الوقت ده أنا مش هعرف أكمل مهمتي. يعني أنا هنجذب جذبة قد لا أعود إلى بيتي بعد ذلك وأفضل في مكة. يا ربي أنا لا أتحمل. أدي اللي حصل. فربنا سبحانه وتعالى صرف عني هذا. ليه؟ لأن أنا لا أتحمل. خد بالك لا تتمنى الكشف، لأن ربنا أرادنا نؤمن بالغيب. أليس هو القائل صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله وولده والناس أجمعين، عشان تعرف إنك مش بتحب النبي صلى الله عليه وسلم. على زعمك إنك قلبك هيقف فضلت نفسك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخايف على أولادك فضلت أولادك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده على زعمك يعني إن ممكن يجرى لك حاجة. أمال الصحابة صلى الله عليه وسلم ما فيش الكلام اللي أنت قلت عليه ده ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يهيئهم. ثم بعد ذلك قل لي بالله عليك، من الذي عرض عليك رؤيته في اليقظة صلى الله عليه وسلم وأنت مخاوي؟ الدكتور يسري له جلالات غريبة كده، يعني شوية يقول أنا شفت النبي، وشوية يقول لن يغيب عني لحظة. في فيديوهات كتير لن يغيب عني لحظة، وهوريكم الفيديو دلوقتي حالا. بيقول أنا لن أطلب من الله سبحانه وتعالى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لن يغيب عني لحظة. وشوية يقول ده مسميني حبيبي يا يسري، وشوية يقول أنا لا أطيق رؤيته صلى الله عليه وسلم، يعني رفضت ذلك لأني لا أطيق. قلبي هيقف. والله الحمد لله هو أرسل لي رسائل كثيرة ومسميني حبيبي. يا سلام. حبيبي يسري. يا سلام. هو قال كده كثيرا في رؤى كثيرة والحمد لله. الحمد لله. هذا من فضل. عمري ما كنت أقول يا رب أشوف النبي في المنام، لأنه الحمد لله يغيب عني لحظة. أنت كل ما عرضت علي أنا رفضتها والحمد لله. واحد بيقول أنت قلت مرة زمان عرض علي رؤية النبي يقظة وأنا رفضت. أنا مش رفضت، أنا قلت يا ربي أنا لا أتحملها. ده احنا نعرف ناس عايشين معانا بيشوفوا النبي يقظة، وربنا كرمني كانت عرضت علي أنا رفضتها والحمد لله. يا ريت تدور على مبرر للتناقضات اللي انت فيها دي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.